اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. اذا كان هذا ملخص حول الكلام اللي تثار مباشره بعد نشر وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه لقائمه المستثمرين اللي تمتعوا بالضيعات الدوليه، وسعيده جدا باستقبال السيد فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين. اهلا وسهلا بك سي فيصل. حاضر معنا ايضا السيد رابح بوعشير المدير العام سي رابح بوعسكر المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. أهلا وسهلا بك سي رابح. وحاضر معنا السي محمد الخميسي من صغار الفلاحين. أهلا وسهلا بك. وكما قلت منذ البداية باش رافقنا إن شاء الله الأستاذ الحبيب بن زايد. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ. خليني نبدأ حواري مع سي رابح بوعسكر بوصفه يظهر لي الشرارة بدأت من عندكم سي رابح بعد ما نشرتوا على موقعكم الإلكتروني القائمة نتاع الأشخاص اللي تمتعوا بالمقاسم الفلاحية هذه. وصلتكم الساعة ردود الأفعال؟ نعم. شنو اللي وصلكم بالضبط؟ شكرا لقناة حنبال اللي أعطت الفرصة لوزارة الفلاحة لتوضيح موضوع إسناد الضيعات الواردة بالقائمة 34. نعم. هو في الحقيقة إذا نبداو كان تسمح نبداو من البداية ما نبداوش من النهاية، لأنه باش نفهموا النهاية من النتيجة اللي أفضت إليها فرز العروض لازم نبداو بالبداية، لأنه الخيانة عديد المواطنين وفي الإعلام طرحوا الموضوع من ناحية الشفافية وحقية الإسناد للباعثين والاستراتيجية اللي توختها الدولة في الموضوع هذا. دونك أنا نحب نقول وأنه القائمة 34 هي أول قائمة جاءت بعد الثورة، وبعد الثورة موضوع الأراضي الدولية الفلاحية تطرح بكيفية معناها جدية، وأنه عملية إسناد الأراضي اللي وقع إعادة هيكلتها كان فيها برشا كلام. خلينا نوضحوا الساعة في الأول سي رابح، الأراضي هذه أين هي بالضبط؟ الأراضي هذه هي الأراضي الدولية الفلاحية اللي أصلها خارجة ومتأتية من المعمرين سابقا، هي حوالي 800 ألف هكتار، ولكن فوتت فيها الدولة في الستينات والسبعينات وبقات عندنا كان 500 ألف هكتار. ال 500 ألف هكتار جات الدولة بداية من سنة 90 وفكرت في إعادة هيكلتها، لأنه كما تعلمون الدولة ما يمكنش معناها ما فماش منفعة كبيرة أو ما فماش فائدة كبيرة وقت اللي الدولة تفلح من التسعينات، والدولة خمت في خوصصة القطاع بالكراء، تفويت فيها لاشخاص معينين لاستغلالها. لا مش تفويت، كراءها معناها لا الكراء مش تفويت على مده زمنيه معينه، لانه في فتره في التسعينات اخذت الدوله قرار وانه ما تفوتش، لانه هذاك رصيد عقاري فلاحي لا يمكن التفريط فيه بالتفويت، وانما اتخذت طريقه استراتيجيه في تنميه الاراضي هذه واحيائها بالكراء. ووضعت خطة استراتيجية سنة 90 في إحداث شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم للفنيين، وكيف كيف خمت في الفلاحين الشبان وفي المتعاضدين. الخطة هذه شملت 300 ألف هكتار وبقات عند الدولة 200 ألف هكتار، منهم 157 ألف هكتار عند ديوان الأراضي الدولية في المركبات الفلاحية اللي يعرفوها الجميع عند الديوان الأراضي الدولية، والبقية حوالي 40 ألف هما موجودين متفرقين في مراكز البحث ومراكز التكوين الفلاحي. طيب سي رابح هذا كله واضح، لكن بصفة عامة خلينا اليوم نحكيو على 30 ضيعة اللي أثارت حولهم الجدل في المدة هذه. هاني جاي نجيو تو قلنا الشركات الإحياء هذه بعد الثورة وقع نهبها، وقع فيهم اللي وقع نهبها والاعتداء عليها. نعم. وتعرفوا احنا على نطاق وزارة الفلاحة عندنا مكتب متابعة الأراضي الدولية هذه المهيكلة، وفيهم الشركات هذه اللي كانت مسندة بالمحاباة في عهد النظام السابق، في عهد النظام السابق، ولكن مش كلهم بالمحاباة، فيهم زاد الشركات اللي فيهم عقود ويخدموا إلى الآن أمورهم واضحة، وفيهم باعثين اللي ما قاموش بواجبهم حسب كل الشروط وقع اسقاطات حق. دونك عندنا نوعين في الثاني،
في هذوما اللي ما كانوش ما استجابوش لكل الشروط وقع اسقاط حقهم. عندنا الضيعات اللي وقعت فيهم المصادره، معناها تغذوا بصفه غير قانونيه، هذوما عليهم الان مصفي قضاء والموضوع في المحاكم. هما ضيعات اسقاطات الحق اللي وقع استرجاعها بعد الثوره، واللي هما معناها حوالي يمثلوا تقريبا 66 ألف هكتار. هذوما تعاملت منهم القائمة 34 في 45 ضيعة لإعادة إسنادها من جديد في صيغة شركة إحياء، لأنه عملية التقييم اللي قامت بها الحكومات ما بعد الثورة فيما يخص الخطة هذه في الإسناد أبقات التقييم أبقى على شركات الإحياء. هي عندها الأولوية شركة إحياء وتنمية فلاحية، باعتبار أنه هذم ضيعات عندهم مساحات هامة وعندهم إمكانيات في التربة وفي الماء لا بأس بها. ثم التجربة في شركات الإحياء هي ناجحة ما عدا الشركات التي سلمت، الضيعات التي سلمت بالمحاباة. هذا ما نختلفوش فيه سي رابح. الآن نصل إلى كيفية الإسناد. شروط على الأقل، شروط الإسناد اللي وضعتها الوكالة. نعم، مش وضعتها الوكالة، وضعتها وزارة أملاك الدولة بالتعاون مع وزارة الفلاحة. خليني أنا نوضح حاجة. رانا وجهنا الدعوة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهما من العادة ما يغيبوش على البرنامج هكا ولا متر بن زايد، لكن اليوم ما نعرفش معناها إن شاء الله المنع خير، علاش ما حضروش؟ إن شاء الله المنع على كل هما تو نحكيو، احنا كان نحكيو في طريق الإسناد هم ممثلين معنا في اللجان، لأنه احنا خلال بداية شهر سبتمبر 2013 وقع مراجعة 2011 2012 قلنا وقع اسقاط. خلينا باش نربحوا الوقت. لا باش نحب اكيد انه وقت اللي تم وضع شروط جديده هذا باش يكون نظرا لانه ربما الشروط اللي كانت موضوعه قبل والا فيها بعض الحاجات اللي تخلينا مثلا ما فماش حسن الاستثمار للاراضي هذه. نجيو للشروط اللي تم وضعها اليوم. اي نعم. هل معناها فما اليوم تشكيك في انه الاشخاص اللي انتفعوا بالاراضي هذوما ربما ما مشيتش عليهم الشروط الكل كيف؟ ما اللي خليني نفسر لك كيفاش وقعت العمليه. اذا كان الموضوع هذايا هام يلزم ياخذ وقته. خليني انا بديت نحكي لك، قلت لك هذوما الضيعات اللي وقع اسقاط حقهم في 66 ألف هكتار، منهم ال 45 ضيعه اللي هما تقريبا 29 ألف هكتار حضروا بعد اسقاطات الحق، وكانوا موضوع القائمة عدد 34 اللي شرناها في 8 سبتمبر بعد مراجعة كراسة الشروط. شنو اللي جابت كراسة الشروط الجديدة؟ هذا السؤال. بطبيعة الحال كراسة الشروط القديمة وقع الاستئناس بها، ولكن أدخلنا عليها تحويرات سلبيات الكل اللي عشناها في العهد الماضي، خاصة منها الشفافية في المقاييس. معناها ما كانش البرام، معناها المقاييس تنشر ولا تنشر، ثم ما كانش ثم 3 لجان، كانت ثم هناك لجنة فقط تعمل على نطاق وزارة الفلاحة وملك الدولة، ثم يوقع الإعلان عن النتائج بكيفية ما هي شفافة، ثم وقع التركيز في كراسة الشروط الجديدة على عنصرين هامين، هو أنه إذا كان الباعث ليست له القدرة المالية لإنجاز المشروع فهو يلغى، وإذا كان قدم مشروع مش متابع ما كانتش عنده القدرة المالية. مالا، لأنه كراسة الشروط كانت صاحبتها بطاقات وصفية فنية، لأنه الإدارة دارسة الضيعات هذه وعطيتها المكتب دراسات، وعاطين حسب استراتيجية وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاعات التنمية الفلاحية عندنا توجهات لكل ضيعة، فعلى حسب الإمكانيات نتاع الضيعة وقع تحديد عناصر انمائيه في الضيعه المستقبليه. يعني من الاول سي رابح تم تحديد الشروط، يعني تم توجيه هذه الضيعات لعباد دون اخرى. لا، ليس لعباد دون اخرى، بل حسب استراتيجيه الدوله. احنا الدوله شو اللي حاشتنا؟ احنا الدوله حاشتنا بالحليب وحاشتنا باللحم، متفقين، وحاشتنا بالثمار، وحاشتنا بالخضر. هذوما الاستراتيجيات القطاعيه للدوله. دونك شو تقول لك وزاره الفلاحه؟ تقول لك انا هذوما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي نطاق الهدف الاساسي هو الامن الغذائي في البلاد، على الاقل في الاراضي الدوله اللي انا نتحكم فيهم
نعمل الحاجات اللي يمكن في بعض عديد المناطق عند الفلاحه ما تتعملش. اي هذا شنو علاقته براس المال اللي باش يدخل به صاحب الضيع؟ لانه الضيعات هذوما كبار. الضيعات هذوما كبار. إيه لكن هي زادة في صلب شركات معناها مش شخص واحد معناها. هي شركه، لانه القانون هنا منظم لاسناد شركه الاحياء، وانه ما نجم ياخذ شركات الاحياء الا الشركات خفيه الاسم. هذا قانون موجود. به احترازكم فين بالضبط وانتم كنتم من الاطراف سي فيصل اللي اثارت الحكايه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه للقائل يقول هذا حزب باش لزوا في الموضوع. ماناش مسيسين راهو بغض النظر. لا احنا ماخذينه سياسه. سياسه، واحنا خذينا تاشيره الحزب هذا من جمله العناصر نتاعو المكونه لتحقيق الامن الغذائي للبلاد هذه، هي كيفيه استغلال الاراضي الدوليه الفلاحيه، الثروه الوطنيه هذه اللي على فكره راهي ملك للشعب التونسي الكل. كل مواطن في تونس عنده فيها حق. قداش هذيك بتو تحددها الدولة؟ اي عنده فيها حق لكن شروط، لكن مش ناخذها انا وما نجمش نستثمرها ونكون عندي فيها حق. وانا ما عنديش فلوس ما ناخذش. واللي عنده فلوس ياخذ. اللي عاد وين مشينا؟ صارت ثورة هي ولا ما صارتش؟ استنى خلينا نكونوا موضوعيين، مو فما هدف. استنى خلينا نكونوا واضحين يا سي فيصل. راهو مش انا ما عنديش فلوس ناخذ واللي عنده، اذا كان اللي عنده فلوس باش ياخذ باش يخدم اللي ما عندوش فلوس فيا حبذا. بشوية معناها لو كان المصلحة العامة معناها نراعيوها. خلينا نكملوا احنا من جملة الركيزة نتاعنا باش نحققوا الامن الغذائي نتاع البلاد هذه هي كيفية التصرف في الاراضي الدولية الفلاحية وفك اشكاليات الاراضي الاشتراكيه. هذوما حلين باش نحققوا الاتفاق. خلينا يا فيصل خلينا بعيدا عن الاتفاق. احترازكم في القائمه هذه منين انطلقتوا؟ علاش شكيتوا اللي فما محاباه وفما محسوبيه في اسناد هذه الاراضي؟ احنا ما يهمناش كل اللي خذا وشكون ما خذاش. مالا شنو اللي يهمكم؟ احنا اللي يهمنا كيفيه استغلال الاراضي الدوليه الفلاحيه هذه باش تعمل انتاج يعاون على البلاد كما كان. راهي كانت مطمورة روما، كانت تعيش في 40 مليون في اوروبا من الارض نتاعنا هذه في تونس. اليوم ما عادش قادرين باش معناتها نعيشوا 6 ملايين. علاش؟ على خاطر الاراضي الدوليه الفلاحيه هذيك ماهيش قاعده تنتج. احنا شنو احترازنا؟ احترازنا اول حاجه فما ناس ما همش 34 قدموا مطالب، راهم 321 مطلب، والناس الكل انا جاتنا مئات من الناس اللي معناتها حكايه 145 جاونا اللي قدموا مطالب وقال لك ما خذيناش وماناش عارفين علاش ما خذيناش. يعني خليني نوضح يفضلك يا سي فيصل. يعني فما شكون قال اللي تتوفر فيه كل الشروط اللي وضعتها الدوله لكن رغم ذلك ما خذاش. احنا ما نهمناش كل خذا وشكون ما خذاش. انا اللي حابين شنو؟ جاوبني على سؤالي سي فيصل. هذا اللي صار. هذا يقول لك انا تتوفر فيا الشروط لكن رغم ذلك ما خذيتش. هو قال هكا. هذا اش قال؟ ينجم يكون على حق. ينجم يكون على حق، لكن احنا مشكلتنا وين؟ ان الارض هذه قديش عندها من اللي تفكت؟ عندها اكثر من عامين. علاش نجوا ناخذوها وقت الحكومه قاصده ربي وخارجه؟ هاتوا نجاوبك. تحكي على التوقيت انت معناها من الشبهه في منح التوقيت. حكومه مستقله ما عندهاش الحق باش تاخذ قرارات تعاقديه في ملك شعب باش يدخل الدوله في التزامات تعاقديه جديده. هذه الاولى. اثنين، احنا عندنا ما يثبت اللي مشكله الاراضي الدوليه هذه ماهيش مطروحه توا، مطروحه من افريل 2013. معناتها نستنوا افريل مي، معناتها قديش من شهر نتفقنا من بعد ما زرعنا، من بعد ما الفلاحه الكل كملت الزراعه وزرعت ليمونيتر يتفق لهم وقتها باش يقع اسنادها. يظهر لي عندك الوقت من افريل حتى سبتمبر بدايه الموسم الفلاحي في كل بلاصه كنت تنجم تعطيها في الوقت هذاك وراه وقع استغلال. طيب شنو تقرا من وراء هذا؟ والله احنا ديما نقراو الخير، لكن شنية راهي فما ناس قدمت مطالب وقال لك احنا نستحق وما خديناش. احنا باحترام لوزاره الفلاحه ولوزاره املاك الدوله ما ريناهاش عملت تقييم لا الاراضي اللي اليوم هو يقول لي راهي تنتج. وحاجه اخرى انت تقول لي الاراضي الدوليه الفلاحيه هذه راهو افتكاكها من المعمرين راهم كي يجوا راه ما جابوش في دم ارض.
هذيك راهي ارض جدودنا وهاي الناس ما زالت عندها فيها شهاده. خلينا واضح، هذاك موضوع اخر. لا ما نقعدوا فيه، هذاك موضوع اخر. خلينا في الاحترازات. رجاء فيصل، عندكم زوز احترازات. الاحتراز الاول تقولوا انه فما شكون تتوفر فيه الشروط، لكن رغم ذاك ما وقعش المنح نتاعو. الحاجه الثانيه سي رابح عفوا يقولوا اللي الحكومه استقالت في 9 جانفي والعباد خذات في 20 جانفي. خليني نفسر لك بشويه. اسمح لي. تفضل. تسمح لي نفسر لك. تفضل. تفضل. هذايا الموضوع ردينا عليه في عده وسائل الاعلام. ما يسالش رد عليه مادام خلينا نزيد نوضحوا الان. احنا خرجنا القائمه 34/8 سبتمبر في عده جرايد، اعطيناهم 45 يوم. القرار شوي لا انا بشوي انا ما عرفتكش وقت تنوي لا ما قصيتش عليك. لا خليني عاد نفسر. انا عندي قرار 21 جانفي بشويه مازلنا ما نحكيو على 21 جانفي. خلينا نكمل فيصل. احنا مازلنا نحكيو على 8 سبتمبر. انا نحب نحكي كيفاش وقت العمليه وعلاش وصلنا ل 21 جانفي باش نفسر لك علاقه الموضوع هذايا بدخول او خروج الحكومات. مش هذايا، حبيت نقول لك اللي 8 سبتمبر انشرنا القائمه الاعلان اللي الناس الكل عندهم حق باش يشاركوا طبقا للشروط. اعطينا مهله نتاع 45 يوم حتى ال 25 اكتوبر. فوات المهله كونا اللجان، عملنا 3 لجان. اللجان هذوما اللجنه الاداريه اللي تدرس الملف نتاع كل باحث نتاع كل عارض، اللجنه الفنيه اللي تدرس الملف معناها تدرس المشروع، ولجنه التدقيق اللي فيها مديرين عامين من وزاره الفلاحه ووزاره املاك الدوله. العمليه هذه استغرقت 2.5 شهر. كانت قبل تقعد بال4 و5 شهور. معناها عملنا مجهود جبار لانه جاتنا، تعرف قد جانا من الملف؟ جانا 418 ملف على 560 كرة شروط سحبت. جاونا 418. معنى تخيل العدد هذا. دراسة هذه الملفات اللي هذا ياخذ لكم في شهرين. دراسة هذه الملفات من طرف اللجان الفنية والإدارية ولجنة التدقيق. وصلنا حتى من آخر أكتوبر، غضينا 2.5 شهر ما بين التقييم والتدقيق، وصلنا حتى النصف جانف. دونك ما عنده حتى علاقه الموضوع هذايا ماهوش ناخذ مع ضيوف زوز كلمتين. انا باعتقادي انه الحوار هذايا حول القائمه عدد 34 ولا 48 ولا 90 وقتاش تعطات ما تعطاتش، في كل الحالات الاراضي هذه يلزم تتعطى، لانه مش ممكن ليس من المعقول انه اراضي فلاحيه بالاف الهكتارات، نحكيو على عشرات الالاف الهكتارات، نحكيو على مستقبل البلاد، نحكيو على مستقبل الفلاحه، باش نحبوا ما عادش نجيبوا العلوش الاسباني. تحقيق امن الغذاء. الامن الغذائي، راهو الامن الغذائي بالضبط كاين، والامن الوطني. انك تحافظ على امن البلاد معنا من التفجيرات وكذا وكذا، الامن الغذائي كيف فرد مرتبه. قبل كنا نحكيو على المحاباه. انا تمنيت انه وزاره املاك الدوله كانت حاضره لهنا باش تحكي لنا على القائمه هذه، وهل انه ثم شبهه في انا ما عنديش مشكل مع اشخاص، راهو يكون فلان ولا علان وكل شيء. انا كوزاره الفلاحه بعد جاوبني، خليني نكمل. انا ما خليتش حتى دقيقه. تفضل. وزاره الفلاحه واملاك الدوله وقت اللي تعمل قائمه ولا تخرج قائمه تسند فيها الاراضي الفلاحيه بالكراء حسب كرة الشروط. انا حبيب بن زايد مثلا في كرة الشروط الدوله ولا املاك الدوله تقول لي مثلا باش تعمل لي كوري حشاك باش تعمل فيه 300 400 500 بقره، باش تخدم لي 40 50 خدام. المشكله نتاع قبل شنو هي؟ المشكله نتاع قبل انه الاراضي هذه اللي بالاف الهكتارات تسند بالمحاباه، ولد فلان ولا ولد فلتان ولا واحد معنا نافذ في الدوله ولا واحد ولد اخته نافذ في الدوله ولا خاله ولا عمه. شفنا بعد 14 بشنو صار الاراضي الفلاحيه هذه. ياخذوا الاراضي الفلاحيه هذه، والاراضي الفلاحيه هذيك تقعد بور، لانه هو من خلال الارض هذيك يمشي للبنك الفلاحي ياخذ قرض، من خلال القرض هذاك ياخذ كتف وكات وياخذ مرسيدس، وممكن يعمل مشروع واحد اخر، بينما اخر همه انه الارض هذيك والمنتوج نتاعها، وانه يخدم الخريجين نتاع اللي عندهم معنا اختصاص فلاحه. هذا هو الاشكال. هل انه الدوله هذه قادره بعد 14 جانفي انه كل واحد تعطيه ارض فلاحيه، لانها الاراضي هذه راهي نتاع الشعب،
نتاع الشعب، لانه في بدايه الاستقلال الرئيس حبيب بورقيبه امم الاراضي هذه، لانه الفرنساوي ما جابهاش من عنده. وقت اللي تحلت الاحباس نلقاو رواحنا عندنا عشرات الالاف نتاع الهكتارات نتاع الاراضي اللي يلزم نعطيوها الاشخاص اكفاء يحافظوا على معنى يحترموا كل الشروط، يتعاهدوا ثالثا على الدولة انها تتابع الامر هذايا. عندنا حق الاسقاط ولا اسقاط الحق ولا اي هاو ثم ناس متجوزين وهاو هذايا منين جبناهم؟ من اسقاط الحق. هذوما القائمة 34 هي جزء من 66 ألف هكتار يوقع فيهم اسقاط حق بعد الثورة. هي اسقاط حق خاطر جات الثوره تبعته. لو كان نظام قديم لا احنا تو ما احناش نتحدثوا عن النظام القديم، احنا نتحدثوا على العهد الجديد. اي معناها ان شاء الله هذا يطبق في بطبيعه الحال. احنا قلنا اول قائمه تصدر بعد الثوره. انا سؤالي ايضا وخذينا جميع. خليني نجاوبك على شفافيه. سؤالي ايضا الناس المعنيين بالفلاحه في البلاد، وممكن معنا صاحب الحزب هذا صوت الفلاحين عنده مآخذ. هل انه القائمه هذه نعم فعلا ما فيهاش شبهه؟ خليني احكي لك كيفاش خدمنا. انا ما عنديش مشكل. تعطونيش فرصه نحكي لكم كيفاش خدمنا. هذا تقرير اللجنه الاداريه، وهذا تقرير اللجنه الفنيه، وهذا تقرير لجنه التدقيق. نحن عندنا ما يثبت ثم في الضيعات تعطات دغري. خليني نحكي على القائمه 34. خليني انا نعطي فرصه للفلاح شاب. خلينا نعطي الفلاح شاب. تفضل بسم الله سي محمد، انت فلاح من صغار الفلاحين، صاحب شهاده عليا، متخرج تعليم عالي مرحله ثالثه من صغار الفلاحين. مربي بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نحب نشكر انه الصح حست عنا حنا بعل اللي خولت لنا باش نوصلوا اصواتنا على الاقل. مربي انا على التعقيب لكلام سي رابح نحب نبدا من الاخر مش من الاول. نقطتين سي رابح يعيشك سامحني. انت قلت اللي سيلون لي كونديسيون الموجود في كراس الشروط. عندي انا كراس الشروط. اي ما يصيرش يا محمد من غير ما نقعدوا نضيعوا في الوقت. قلت اللي الناس هذوما احنا عملنا مع العالم عملنا الدراسه نتاع المشروع، قدمنا ضمانه البنكيه، عملنا حتى عديد من ابرام العقود فهمتني ولا داخل الوطن وخارجه. هذا في صوره ما انتم 7 شهور سامحني في صوره ما تحصلنا على الضيعه هذه، وابرام عقود اخرى ثانيه باش نخدموا اليد العامله المجاوره للضيعه هذه والمختصين والفنيين التقنيين في الميدان الفلاحي. به سامحني سي بوعسكر، انت قلت اللي الناس هذوما ياخذوا اللي يكونوا لاباس عليهم حسب كلامك انت هكايا. انا باش نعطيك سامحني نعطيك ثم شكون من الاخوان الماخذين فيرما من سنه 2011 فهمتني ولا انسان لاباس عليه ثراء فاحش فهمتني ولا مش كما صغار فلاحين الناس زوا ولا تخدم بذراعها فهمتني ولا البوت تبع للركبه شاد بالمسحه نتاعو يخدم ليل ونهار. الناس هذوما سامحني ياخذوا في الفيرمات علاش؟ بين المبتغيات نتاعهم انهم حاشدهم بالقروض بور فير دي زوتر بروجي. الناس هذوما حتى اللي فيرم نتاعهم هذوما اللي خذاوها فهمتني ولا ما يوصلوش باش يمشوا لها. سامحني سي بوعسكر، انا ولد الجهه ونعرفوا الشيء هذا. تحكي في جندوبه. اي ويمكن الجناب تثبت من الشيء هذا. مازلنا القائمه 34 مازلنا ما بديناش. انا نعطيك ضيعه الارتياح. مازلنا حضروا في ملفات. ما نمشيوش لبعيد. ضيعه الارتياح المجاوره. سامعني في بالك بحاجه انت اللي طلعوا في القائمه هذه مشاو للضيعات، وهذا معناتها راهو فيه تجاوز البلاد كامله والدول كامله وعدم احترام للمقاييس، وناس ماشيين هازين مهندسين ويكيلوا في فيرمات، وهذا ماهوش معقول معناتها تجاوز كلي. معناها بمجرد انه اسمه خرج في القائمه هذه تحول للضيعه. اي ما نعرفش. استنى خلينا نسالوا في النقطه هذه. سير ما كملتش كلامي. ماهيش لعبه. لا هي ارض مزروعه. سير الاشكال اللي قايم هنا مثلا الاشكال اللي كان يحكي عليه توا سي فيصل، هل انه بمجرد ورود الاسماء هذه واحد خرج اسمه في القائمه هذا يخول له التصرف في الضيعه؟ لا هذا اللي كان خليني نقول سامحني بربي شنو احنا وين في ما هي ايطاب. احنا تو في ما هي مرحله. احنا وقت اللي خرجنا القائمه معناها النتيجه نتاع القائمه قلنا هذوما يتفضلوا بحذنا، عملنا يوم اعلامي ووضحنا لهم بقيه الاجراءات. جاوا الكل زعما؟ جاوا الكل
خاطر فما برشا اسماء كبيره في لا جو الكل والكبير ربي ما فما برشا اسماء. الاسماء الكبيره انا ما خليتنيش حتى لين نفسر لك كيفاش وقعت العمليه شفافه. ما كنت فهمتني وانا فهمت. فهمنا يا ودي خليني نكمل الفكره. لا مش معقول. خليني نكمل. قديش تكرهها الكتاب؟ خليني نكمل. قديش كرهتوه؟ احنا شوف لو كان تعطيني الوقت الكافي تو نقول لك راهو اللجان خدمت برموز. كيف تمت عمليه التقييم؟ لجنة التدقيق سلمت الملفات للجان برموز. معناها اللجان ما تعرفش أسامي الباعثين. وعندي هنا بشوية الكودابار. أي نعم الكود وعندي هنا بالتفصيل لجميع الضيعات، كل ضيعة شنو هو الكود بتاعها. موقع الكشف عن أسامي الباعثين إلا بعد انتهاء عملية لجنة التدقيق. وقتها رئيس لجنة التدقيق هو اللي كشف على 30 ضيعة، معناها صاحب المرتبة الأولى في كل ضيعة. فاحنا وقتها ما عادش يهمنا شكون اللي يخرج اسمه الأول، لأنه معناها كملنا عملية التقييم وكملنا عملية التدقيق. واللي يشكك في هذا يتفضل بحذايا في مكتبي ونبدلوا جميع الوثائق التي تفيد أنه ليس هناك أي محاباة لأي شخص خرج اسمه. صح عليهم معناها رجال أعمال ورجال سياسة ومعناها عامين نتاع أحزاب سياسية ورؤساء أندية رياضية كبيرة بالصدفة بالكودابار. لا مش نقلك لا وعلاش أنت تحبها ماهيش شفافة؟ ماهيش شفافة. اللي ما عندوش حجة. اسمعني اللي عندنا حجة نحكيو على 34 ضيعة متخرج محمد على نحكيو على الضيعات هذه. نكمل فكرتي أنا. تفضل سي رابح سامحني. تو أنت أنا نعطيك إكزومبل. أنا نتكلم فيك هكايا وأنت تتكلم فينا هكايا تحكي عشاء. أنا شفافية في أنا إطار الشفافية اللي صارت. الشفافية اللي تعطيو ياخذوا سامحني أنا ما يهمنيش في مسيو إكس ولا مدام إيكغيك اللي خذات. الشفافية اللي تحكي عليها هي هل ترى نعطيك أنا إكزومبل ما نمشيوش لبعيد. احنا الضيعة هذه الموجودة بولاية جندوبة ضيعة النمو ثم ضيعة مجاورة لها ضيعة الارتياح هذه أسندت لنفس العائلة للسيد هذا اللي خذا ضيعة النمو. سامحني ما عنده حتى دخل. كيفاش ما عنده حتى دخل في ضيعة الارتياح. لا 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 يا محمد رجاء أننا نحكيو على قائمة. لا على قائمة عامة. أنا أحكي لي على قائمة. احنا مانيش نتعرفوا. احنا رانا نحبوا لهنا نفهموا. اعطيني انا نحب انا سيلو ماني مقدم انا مستثمر مقدم تفضل نحب نعرف انا سيلو جيتني للابيا وقلت لك ما نفسرلكش. عطونا برامج ما جاوبتوش. جاوبناهم الكل. لا ما جاوبتونيش. سامحني 400 يا مدام. سامحني 418 الملف اللي جاونا أجبنا جميع واحد منهم. لا سامحني أنا أجبناهم الكل واحد. اسمعني يا مدام. سامحني علاش نمشيو لبعيد؟ سامحني جاوبتك ولا ما جاوبتكش؟ أول حاجة جاوبتك ولا لا ما جاوبتنيش. كيفاش ما جاوبتش؟ انت ساهمت انت بعثت ملف. اي هو 7 شبان هما 7 شبان. انت بعثت ملف الجيرو نتاع الشركه. كيفاش انا نلغي شيء هذا؟ سامحني. لا اجاني المكتبي انا عندي نسخه من مكتب بالضبط. سامحني يبارك. شوف احنا جينا. لا انا بعثت له كل واحد. سامحني استنى سامحني خليك كمل فكرتي يعيشك عاد جينا لهنا. سي فيصل سي رابح في صوره ما مثلا الشاب هذا يقول لك اليوم قدامنا حاله مثلا يقول لك انا الشروط الكل استوفيتها نتاع كراس الشروط. هو يقول على اي اساس يلزمني يا مدام. احنا علاش عملنا لجان وعملنا تقارير؟ لانه كل ملف فيه تقرير إذا كان وثائقه كاملة ولا مش كاملة. معناها سبحان الله معناها كان على قد عدد الضيعات جات الدوسيات اللي مستوفية الشروط. لا مالا جات الدوسيات المستوفية الشروط 97 استوفوا الشروط. غذينا ثم 13 ثم زوز ضيعات ما جاتش فيهم حتى اوفر. وثم 13 ضيعه ما لقيناهمش تتوفر فيهم الشروط. وبقاو لنا 30 ضيعه اللي هما مقبولين اداريا وفنيا. مال على اي اساس؟ على اي اساس اعطيتوا الاولويه للاشخاص اللي خرجوا لهم اساميهم في القوائم؟ هما اللي بروميير كلاسي في كل ضيعه. معناها الاول بالعدد الرتبي. على اي اساس العدد الرتبي هذا؟ هاني قلت لك على حسب العدد اللي خذوه. خليني نفسر لك حوايج. هذوما المقاييس نتاع الاسناد. خلي لا خلينا نكمل هذه باكس. اسمح لي ما تكلمنيش. خليني نكمل هذه باكس. مقاييس الاسناد. كلمه برك. مقاييس الاسناد
اسمع منو باش تنجم على الاقل من بعد انت خلينا اذا كان نرجعوا لبعض ما نكروش نفس الكلام. اذا كان الملف مقبول، اذا كان الملف مش ملغى في الاداري ولا في الفني، يتعدى للتقييم، يخوى عدد على مياه. كيفاش المياه هذوما كيفاش مفصلين وهذوما موجودين في كرة الشروط. الباعث عنده 25 نقطة معلومات على الباحث، عندي فيه تفصيل وكان تسمح لي. تقول لي كودابار وتقول لي معلومات على الباحث؟ لا هذوما المقاييس. اي بعد كيفاش تطلع انت؟ ما عندك اسمك قدام. اي هذوما المقاييس. المعلومات على الباحث، تو ثبت روحك يا سي رجاء. تو تقول لي كودابار والباحثين هذوما مجهولين، ومن جهه اخرى تقول لي فما دي بوان معناها باش نزيدوهم حسب معلومات عن الباحث ياخذ عند الوقت هذا 25 نقطة. الملف الاداري رانا فيه 2014 الملف الاداري فيه الباعث وهو الملف الفني والمشروع. حبيت نقول لك على المقاييس: الباعث والمشروع والتشغيل والتمويل، وهذا موجود في كراسة الشروط، مش لازم نفصلهم عند الناس الكل اللي هزوا كراسة الشروط. فاللي مش ملغى يترتب ياخذ اعداد على حسب المقاييس هذه، وفي كل ضيعه اللي جاء الاول هو اللي تسند له الضيعه. معناها هذا انا اللي فهمته، هذا على المقياس محطوط. معناها تقول لي البودجي وتقول لي معناها فما بالحق ماهوش عدل فيه. هذا ماهوش عدل. هذايا كراسة الشروط. شوف يا سيدي، كراسة الشروط اللي يقاتلها لجنة خبراء من المهندسين. لا ما خلينا قديش تكريت نحب نعرف قديش تكريت كتار. لا مازلنا ما وصلناش للكريت. كيفاش ما وصلتش للكريت؟ تعطي العباد وما توصلش. مازلنا ما عطيناش. عندي انا مازلنا ما عطيناش. اسمعني مازلنا ما عطيناش. مازلنا ما عطيناش. اسمعني عايش اخت. شوف تفضل. اسمعوا العدل في تونس راك في 2014 واللي عملوا الثوره هذه ثوره جا الزوالي ماشي الخباز لقى الماركانتي بايت فيها، وهذه الثوره اللي فقرت الفقير وباش تزيد تغني في الاغنيه. راهي اللي يحبوا يمشوا في الثنيه ذي نقولوا لهم تحلموا، وراهو اليوم عهد جديد والشباب اللي عملوا الثوره يلزمهم يعيشوا. البارح نسمع في الوزير الاول يتحدث يقول ما ثماش تشغيل، ما ثماش تنميه. شنو ناويين في البلاد؟ يا اخي ناويين نحرقوا بلادنا، راهو ما نحرقوهاش. ولذا عندنا ما يثبت يا ناس يا عالم. واحد يكروا له زوز قناطر قمح، زوز قناطر معناتها 120 دينار. الارض هذه يكروها اللي لاباس عليه ب 120 دينار، يجي الاخر بجنبه هكا الزوالي يكريها على مليون نفس الارض، ويحبوه غدوه يبيع معاه العلوش بنفس السوم، البطاطا بنفس السوم، القمح بنفس السوم. هذا عدل. وعلاش فما تفاوت في فما تفاوت على خاطر هذيك نتاع الدوله رزق البيليك، هذيك رزق البيليك يعطوها للناس اللي لاباس عليهم. انا ما فهمتش الجهات الداخليه شنو خليت اموال الجهات الداخليه باش يعملوا تنميه، وايش خليت له باش يخدم؟ ينتج قمح تعمل له معامل في الشريط الساحلي، والشريط الساحلي بلادنا وعزيز علينا. اما نقربوا باش نقصوا من الدعم نتاع المحروقات، هذوما ناس اللي عطوهم ارضهم لا خلوهم يتمتعوا بخيراتهم، ويقول لك باش نوقف الارهاب. باش توقف الارهاب وقت اللي باش تعملش؟ هذه ارض عباد جدودهم. اسمعني خلينا انا بعيد باش نبعدوا على الخطابات وعلى هذه. سامحني يا سي فيصل، لا سي محمد وسي فيصل باش نضطر ان نقطع الحوار. سي فيصل رجاء راك قاعد تعمل في اسقاطات مش مداخل. قلت عطيت الراي نتاعك، خلينا نجاوب وتم بعد نعطيك الكلمه. قول الافكار نتاعك مسترسله. سي محمد كيف باش نعطيك الكلمه. خلي المتر بن زايد يكمل الفكره نتاعو يا رسول الله. أنا توا نقرأ في كراسة الشروط هذايا والله نتجاوزوا الأشياء هذيا، ولا أنه أنا راهو وقت اللي نقرأ القائمة ثم أسماء رنانة كيف ما قالت أختي إيمان، ثم فلان لا فما عاد ما تقولناش ما فماش سي رابح. فما قريناها القائمة وجبنا الأسماء. عليه ما عندوش حق هو لا عنده الحق. أنا ماذا بيا ما عندوش الحق. انا هنحطك. لا وقت اللي انت تحط له شروط كيما الراس المال انه يلزموا يكون عنده ضمان بالطبيعه. هذا مش باش ياخذ باش بالطبيعه لانه ضيعت. انا عملت له شروط على قياسه يا مدام. انا عملت شروط على قياس رجال الاعمال، عملت على قياس الناس اللي عندها الفلوس، مش الناس اللي عندها اختصاصات فلاحيه. هذه ضيعات تستوجب استثمارات كبرى. هاني معاك والضيعات خلينا يشرك معاها. خليني نفسر لك. الضيعات هذه 160 ألف هكتار تمثل 1.6% من الأراضي بتاع تونس الفلاحية. 1.6% من الأراضي الفلاحية الكل اللي هو 10 ملايين. تيمو شفنا قبل كيما الأراضي الكبيرة ذي السمنجة تعطى في بادرة شكون واللي في منوبة واللي في واد الليل وشفنا شنو صار. هذا اختيار الدولة، اختيار حكومة.
لكن احنا في المستقبل الحكومات نتاعنا تقول لا، ما عادش نعمل شركات تحيا نوزعها معناها على الفلاحين ولا على كل على الشبان، فلها الحق في ذلك. يا سي رابح بالله، وقت اللي انت تقول لي راهو هذه اختيارات نتاع الدوله، راهو الدوله هذه ماهيش معنى حاجه في المهموطه، راهو الدوله هذه ما هي حكومه واشخاص ينجموا ننقذوهم ونجموا العمل نتاعكم انتم تقولوا له ثم تجاوزات. خليني نكمل. خلي لا سي انا ما قصيت عليك يا اخي، انا ما قصيتش. صحيح انه الاراضي هذه شاسعه ويلزمها راس مال قوي، يلزم واحد عنده فلوس فعلا باش ينجم يجيب التراكتورات، ولو انه ثم ناس خذاو اراضي شاسعه جدا 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 جدا، والفلوس والتراكتورات والماتريال والخدامه كلها من القروض نتاع وزاره الفلاحه، وثم 1300 مليار تو وزاره الفلاحه بعد الثوره لا بعد انا ماذا بيا يا سيدي، انا ماذا بيا باهي قبل 14 جانفي، قبل 14 جانفي اتفقنا. بعد 14 جانفي مازال ما عملنا شيء، بعد 14 ما عملنا شيء مدام. هذه القائمه الاولى بعد 14 جانفي، انا نطلب وما زلنا في البدايه على فكره احنا نحبوا معناها نشوفوا باش القائمات الجايه والاراضي الجايه ما تصيرش عليها الشوش، راني صارت ما حتى مشكل. احنا هنا موجودين باش نجاوبوا على اللي عملناه، نتحملوا المسؤوليه. حتى لهنا نعترضوا، راهو سامحني، راهي مش الاراضي هذه الاسندات صحيح يعني سي فيكسي، سامحني مازال حتى شيء. انت تحكي على قبل الثوره، سامحني لكن اللي فما اجراءات اللي ما يتممهاش راهو لا الاجراءات هذيك لا سابقه هذيك خلينا اما مثلا سي رابح خذا ضيعه فيها 500 ولا 600 ولا 1000 ولا 2000 انتهى يعني. بعد احنا باش نتناقشوا في الاشياء هذه. لا يا سي رابح يا سي رابح تسحبوا منها اشخاص عطيتوهم بطبيعه الحال. كيفاش بطبيعه الحال؟ مادام هو بشويه توفرت فيه الشروط الكل، خلينا نقول لك شروط. احنا ياخذ الساعه الموافقه المبدئيه من عند السيد وزير الفلاحه بعد ما يجيب 1%. تو يجيب 1% لمده 20 يوم، اللي ما جابش 1% ستسقط ضيعته. راس المال مش له 1% من قيمه المشروع. قيمه المشروع اي نعم. بعد نقولوا له نبعثوا له نقولوا له عندك الموافقه المبدئيه شريطه استيفاء الملف كما يلي. علاش تعملوا فيها القائمه هذه المبدئيه؟ علاش لا هذا اختيار اول. بعد ما توفيوا الاجراءات انا مضطره عندي وقت يحكم فيا. سي محمد شنو نعطيك كلمه الختام، شنو هو المطلب نتاعكم اليوم؟ احنا على الطلب الاعتراض اللي قدمناه للسيد وزير الفلاحه وزير مملكه الدوله والشؤون العقاريه تحت اشرافك انت ما ردتلناش عليه، كيف عملنا طلب رفع مظلمه والاعتراض على نتيجه القائمه 34 شركات الاحياء، فهمت كيف للسيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري نفس الشيء ما ردلناش. احنا نحبوا اول حاجه قبل كل شيء نطالبوا المراسلات ما جاتناش، حتى البتات هذه اللي هبطت فيها القائمات للناس اللي خذاو ما ردولناش. معناها احنا رانا برمي البيبل تونسي. تفضل سامحني احنا ما عندناش باش ندرسوا حاله بحاله. اي لا مش حاله بحاله ولا شوف عندنا الحق من حقه فما اداره عندنا الحق. هو من حقه نقول لك انا استوفيت كل الشروط. تفضل بحذايا ونجبدوا الملف ونجاوبك. انا راني انسان عادي، انا راني فلاح. اي نعم مرحبا بك. دخلني في السياسه الحق، انا حق من حقوقي ترجعوا لي. تفضل عندي في الوكاله نوضح له كما ينبغي. شكرا لك سي رابح بوعسكر المدير العام لوكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه، سي فيصل التبني رئيس حزب صوت الفلاحين، وسي محمد الخميسي من صغار الفلاحين. وان شاء الله بالحق سي رابح على الاقل الاشخاص اللي هذوما منحتوهم وخرجت اساميهم، على الاقل اذا كان خرجت بصفه وبصوره شفافه تتبعوهم من بعد معناها مدى تطبيقهم لكراسه الشروط. وكذلك عندنا اداره عامه في وزاره الفلاحه وماذا بينا هي اللي تتبع الضيعات هذه، واللي معناها ما يلتزمش بكراسه الشروط يسقط حقه، مش كما كنا قبل. ان شاء الله ما نقعدوش ان شاء الله. لا هو فما تيست سهل ياسر، وتو نشوفوا مازلنا باش نستوردوا العظم ونستوردوا الدجاج ونستوردوا العلوش العيد ونستوردوا الحليب ولا لا، معناها بالك شي هذوما باش يحلونا في الجنه ذراع.